وقف النبي فنظر، قالت له أمه: هذا قبر أبيك. أنتم تخيلوا ولد ما شاف أبوه، أول سفر ترى، يتيم، ويقال له شوف قبر أبوك. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل جميع المشاهد المحزنة والدموع التي انهدرت منه صلى الله عليه وسلم وهو يرى قبر أبيه ولم يراه على الحقيقة أو في الطبيعة، فيقف عند القبر ويرى، ثم تأخذه أمه. الطامنة الكبرى التي حدثت في هذه السفرة مشت آمنة واستودعت من أهل زوجها، ولما خرجت آمنة في الطريق مشت 150 كيلو في منطقة يقال له الأبواع. هنا تعبت آمنة وسقطت في الأرض في الطريق، في بر، في صحراء، وإذا بأم أيمن ترفعها، تقول: فما إن رفعتها إلا وهي ترفع كفيها تريد تضم محمد وتموت. يموت وتموت أمه أمام عينه في صحراء. توه الآن تخيل مشهد قبر أبوه ما راح، يتخيل قبر والده وفي الطريق تموت الأم التي كانت تحتضن والتي كانت ترضع والتي كانت تحمله. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الأم جثة هامدة ميتة، وأم أيمن ترى النبي وتمسح على رأسه وتصبر طفل صغير، فقالت: يا محمد عاوني نحفر قبر أمك. تخيلين 6 سنوات. هل مر بأحدنا مثل هذه الآلام؟ وتحفر ويحفر النبي وهو يبكي عليه الصلاة والسلام في الصحراء منقطع. وأم أيمن تقول: كنت أبعده، يعني ما تبغاه يشوف القبر، تنحى بوجهه عن أمه وعن قبرها. تقول: فحفرنا، جلسنا أيام نحفر أنا ومحمد. تقول: ثم دفناها في ذلك المكان. تقول: فأمسكت به بيده وهو يقول: أمي أمي، يعني نأخذ أمي معنا. تقول: فمشينا من تلك المسافة من الأبواء إلى أن وصلت إلى دخلت مكة. فأول ما دخلت مكة ما توجهت إلى بيتها، إلى بيت أمه، توجهت إلى بيت عبد المطلب، ثم طرقت الباب. فلما طرقت الباب الرسول يعرف هذه المواطن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من أمه. لما رجع النبي في الهجرة، لما رجع في فتح مكة، كان النبي يقول: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فوقف النبي وفاء وبرا على قبر أمه لأنه يعرف القبر. حتى لما دخل المدينة قال: هنا بئر سبحت فيها. الرسول تعلم السباحة في بئر عند بني النجار، وهذا قبر أمي. فوقف النبي على قبر أمه فبكى، حتى قال الصحابة: والله ما بقي أحد وقف معه إلا أبكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يتذكر تلك المشاهد العظيمة. يتم أي مرحلة يمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضنا اليوم ربما لو أصيب بأمر بسيط قامت الدنيا عنده ولم تقعد. فطرقت الباب فإذا بعبد المطلب يفتح الباب. فلما فتح الباب رآها ورأى هذا الصبي، فقال مباشرة له عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أمك؟ وين أمك؟ تقول أم أيمن: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد: ماتت ماتت. فضمه عبد المطلب ضمة، قال: أنت بني أنت بني أنت بني. يتم وحالة صعبة في 6 سنوات يمر على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. طيب ليش؟ لماذا؟ هذا هو الإعداد. الله يعده لأمر عظيم، لأنك يا محمد ستمر على أمور في الدنيا في خلال دعوتك وفي خلال بعثتنا لك وفي خلال هذه الرسالة. ستمر يا محمد على أمور نحتاج أن نعدك إعدادا كبيرا. يموت أبوه ويموت وتموت أمه صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول: يا محمد أدرك قيمة الحياة والموت. يا جماعة، أنتم مدركين قيمة الموت؟ لماذا بعضنا يلهو إلى اليوم لا يشعر بأن هناك موت؟ لا تنتظر يموت لك أب ولا أم ولا أخ، لا تنتظر يموت لك أحد حتى تعرف قيمة الموت.
اسألوا من فقد أحد أبويه، اسألوا من فقد ولدا أو حبيبا أو زوجة. أسأل الله جلت قدرته أن يأجر المصابين في كل